بقاو ما عندها تشوفوا لاطه الاخرى ونختموا الفيديو. ما كتشوفوش الفيديو كله صراحه، ما كتشوفوش الفيديو كله وما كديروش اللايك. الله يسهل عليكم ديروا اللايك ليجعل لكم في الميزان المقبول. لي لايك هما اللي تيطلعوا الفيديو. عاودت لكم شحال رطب. المهم حتى نخرج الاخر. اش بان لكم هادشي يا الكرام. السلام متتبعي الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ عواشركم مبروكه، ان شاء الله تكونوا بالصحه والسلامه وطول العمر. فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال نتوما والعائله ديالكم ووليداتكم. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم واحد القريشلات ديال الزمان، قريشلات بطريقه مبسطه ومكونات في كل بيت. قريشلات اللي كيدوموا لينا، ما كنديروهم لا في الثلاجه لا في مجمد لا والو، كيبقاو غير في السطل على برا بحال اللي كنا كنديروا زمان. المهم الا بغيتوا تعرفوا على هاد المراحل ديال هاد القريشلات هادو تابعوا الفيديو حتى الاخر. ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال القناه ديالي. وكذلك نرحب بكم نتوما اللي تزاديتوا معايا في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. هنايا المكونات كالتالي، ساهله المكونات في كل بيت. عندنا 2 معالق كبار ديال الجنجلان. ها هو هاد الجنجلان حمرته شويه، سخنته شي شويه ماشي بزاف، هذا اصلا هو عندي بيض شويه غادي البيوضه، سخنته شويه ما خليتوش هكاك خضر لداخل. النافع كذلك عندي معلقه هنا كبيره ديال النافع، والجنجله 2 معالق كبار حتى هما. هنا معلقه كبيره ديال النافع حتى هو سخنته ما خليتوش عادي. عندي 2 كيسان ديال الحليب وكاس ديال الزيت. وهنايا نتوما ديروا كاس، انا درت بحال هكا، ها هو نص كاس فايت شويه. هنا كاس لارو ديال السكر حبيبات. عندي هذا غادي نقسمهم بواحد الكيس ديال الفانيلا وواحد الكيس ديال الخميره. غادي ندير واحد نص كاس ما زهر ماشي ما ورد، ما زهر، والملحه والخميره ديال الفوريه والدقيق باش تعرفوا على هاد القريشلات هادو. يلا نبداو ديال الدقيق. غادي نقول لكم هنا الدقيق، هنا راه درت الفورس داك الرطب ديال الحلويات والفورس الحرش. درت نص 5 د الكيسان، نص كيلو ديال الفورس رطب ونص كيلو ديال الفورس حرش. انا بغيت هكا نخلطو. هنا كيلو، عندي كيلو هنايا. غندير 2 كيسان حقاش حابه ليا بارد. 2 كيسان، 2 معالق صغار ديال الخميره تكون 2 كيسان. هنا هاد السكر هذا نافع. نحاول نخرج ديال الريحه ديالو. الجنجلان كذلك. هذا الفاني، هذا تا هو راه حلو، تا هو راه كيزيد في الحلاوه. هنايا هذه خميره الحلويات وحده، هذا بحال محسن الخبز. هاد الخميره هذه بحال محسن الخبز. غادي ندير الزيت. هاد الزيت هو اللي كيعطي الهشاشه. ما غندير لا بيض لا زبده لا حتى شي حاجه. هاد الزيت هذا هو اللي كيهشش لينا هاد القريشلات هادو، وكيبقاو رطبين حتى ل7 ايام بحال هكاك في السطل. كيبقاو مزيانين، كيبقاو زوينين، بحال كينشفوا ولكن كيبقاو زوينين. هما هادو القريشلات اللي كنا كنديرو زمان. هذا ما زهر حتى هو غادي ينسم ليا هاد القريشلات الطريقه البلديه. والحليب بسم الله. غادي نكمل بالماء. هنا الحليب راه دافي. غادي تكون العجين غيكون مطلوق شويه، كيلتصق باليدين باش كيجيو رطبين. غادي نكمل بالماء.
ما يجيوش شويه ما بين الملوحه والحلاوه. شتي واحد نقول لكم 2 معالق هكاك، معلقه شويه مسوحه كبيره ديال الملح حسب الذوق كتبقى هي. شفتوا العجين بحال هكا، العجين بحال هكا كتعطيوه هاد بحال هكا. هاد الخليط هذا هو اللي كيدلكو كيعطينا داك كيطلع لي داك الجلوتين. ثم اللي بقى الماء من 2 كيسان ديال الماء. اسمحوا لي على التجليخه لان كيدي بوحدي وكنعجن وكنخوي. واحد شويه ديال الماء، ها هو هذا هو اللي بقى من 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الحليب و2 كيسان ديال الماء قد هذاك 2 معالق، يمكن 2 معالق تما ديال الماء. غندير الزيت باش نجمع البول. هادي شويه ديال الزيت صافي غنمس فيه شويه. شفتوا كيفاش دايره؟ يعني كديروا لها صافي ملي كتدلك مزيان كتجمع ما كتبقاش ما كان يكون دافي باش دغيا دغيا تخمر. غادي نشوفوا هنايا هاد القريشلات هادو خمرات العجينه. شوف تبارك الله قداش ولات خمرات العجينه، خمرات خمرات خمرات. دابا صافي غادي نبدا نقطع فيها نقرص فيها. ندير في هاد اللاطه هادي بسم الله. نتوما الا بغيتو ديروه كبير ديروه كبير، غنديرو شويه صغير بحال هكا. مازال غادي نشوف هانتوما غادي نقرصهم. ضروري تستعنوا بالزيت، قلتهاش لكم قلت كاع واش قلتها في الاول ولا لا. ضروري كنستعنوا بالزيت ملي كنت كنقطع فيه. وغادي نقرصهم لحقاش هذا ماشي بريوش، هذا راه القريشلات ديال زمان. الصفر ديال البيضه نقدر نحتاج 2 ديال الصفر ديال البيض. غادي ندير فيهم غندير فيه واحد المهم هكا نص معلقه ديال قهوه. هاد القطيره تحيد ليا الزفوره ديال البيض. شويه الحليب وغادي ندهنهم. صافي كملتهم. دابا غندردر عليهم الجنجلان من الفوق. هاد الجنجلان ما حمرته ما والو، ها هو عادي لان غادي يتحمر في الفران. صافي هنايا غادي غنحطو غنجيب لاطه اخرى وعاود نعاود عاوتاني لاطه اخرى اللي خرجت ليا. دابا نحسب هاد شحال خرج ليا من حبه. وهاد اللويطه هادو اللي بقاو صغيورين. صافي دابا غادي نوريكم. هادو راه اللاطه الاولى راه خمرات. غادي نرميها
شفتوه صافي وخمر، حيت ديجا خامر، زعما ماشي غير خامر، راه شبعان خميره تبارك الله. نفخ. نقول لكم واحد النصيحه، ملي تبغيو طيبوا في الفران ديروا الكمامه. راه انا دايره الكمامه دابا، واخا درت ليكرون دايره حتى الكمامه حتى هي مدرقه بها وجهي. فكره زوينه، ملي تبغيو طيبوا في الفران ديروها. عرفتي راه هاد الفران هذا راه الجهد. ها هي النار، ما وريتهاش لكم، شتي النار راه ناقصه شويه، يعني متوسطه، ماشي كاع ناقصه بزاف. الا نقصتوها بزاف ما غاديش يطلع مزيان. متوسط. واحد شويه ونهبطوا. ملي غنهبطوا غنقص الفران وغنخلي هذا الباب محلول، حقاش عرفتي شنو هذا، راه الا خليت ليه، الا سديتو غادي كله يتشوط. هما طابو، العطا الاولى طابت تبارك الله. هنا تشوفوا اللاطه الاخرى ونختموا الفيديو. ما كتشوفوش الفيديو كله صراحه، ما كتشوفوش الفيديو كله وما كديروش اللايك. الله يسهل عليكم، ديروا اللايك ليجعل عليكم في الميزان المقبول. لي لايك هما اللي تيطلعوا الفيديو. عاودت لكم شحال رطب، شفتوا شطيه. رديت ليه البال مع هذاك الفران خطير، رديت ليه البال. هي النتيجه النهائيه ديال هاد الكرس هادو تبارك الله. كرس ولا قريشلات ولا كما تسميوهم، ما نعاودش لكم على رطوبيه. هانتوما بحال البونج، هشيش ورطب ورائع، وكيتوجد بسهوله، كيتوجد بسرعه، زعما ما كياخذش الوقت. كتخلطي كيخمر كديري في الفران. الصراحه رائع رائع رائع. جربوا هاد القريشلات هادو وردوا عليا في التعاليق. لكن شي سؤال ولا استفسار خليوه ليا في التعاليق. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم من رضاكم وتجربوا هاد القريشلات هادو. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوليش من لي لايك والبارطاج والاشتراك في القناه بتفعيل الجرس، ونضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله.